شوبير قال ان صلاح محسن مهاجم الاهلي يقترب من نادي الزمالك، رايك؟ الكابتن شوبير راجل اعلامي كبير، المفترض انه يقول الحقيقه، فانا هرد عليه بالحقيقه. يعني ايه يفترض يقول الحقيقه؟ يعني يفترض يقول الحقيقه. يعني ده كذب؟ ده مش حقيقي. لا، ما هو كابتن شوبير ده رائد الاعلام. طب ارد انا؟ مش هيطلع يقول يا حاجه ستي، انا مش كذب. جاي اقيمه ادي له جايزه الرائد. لا، ما احنا مش انا بكلمك ان برضه. انا الكابتن شوبير اعلامي كبير وله كل التقدير والاحترام طبعا. بس انا بتكلم على الموضوع نفسه. تمام. الموضوع نفسه نادي الزمالك لم يفاوض صلاح محسن اطلاقا. قبل الموقف اللي حاصل ولا بعد؟ ولم يتم ترشيحه لا قبل الموقف ولا بعد الموقف، لان صلاح محسن مش في حسابات يعني ما كانش مش في حسابات نادي الزمالك. رايه مش في حسابات نادي الزمالك اطلاقا، ولم يتم ترشيحه، بدليل ان صلاح محسن حصلت له مشكله بعد كده بينه هو وبين زوجته، مشكله كارثه مش عاوزين نتكلم فيها لان الامور الاخلاقيه دي ما بحبش نتكلم فيها، وبدليل النادي الاهلي منعه من التدريب مع الفريق وعرضوا للبيع وقالوا لازم تشوف لك نادي تروح، وهو على ذمه وهو موجود في النادي الاهلي اتمنع من التدريب مع فريق النادي الاهلي. الزمالك ما فيش عضو مجلس اداره موجود في الزمالك، ولا في سكاوتنج، ولا في واحد مسؤول، ولا المشرف العام على الكوره فوت صلاح محسن عشان يلعب في الزمالك، لان صلاح محسن مش مطلوب في نادي الزمالك. ليه؟ مش عايزينه، مش هو الستايل اللي هو مطلوب في الزمالك. رايك ايه في الموقف الاخير بتاع صلاح محسن؟ والله ده موقف كارثي واخلاقي انا ما احبش اتكلم فيه، لان دي مساله يعني مذيع الفاضحه كفاعلها. يعني ده رايي. لا، عندك حق، بس زي ما قال سيدنا علي بن ابي طالب مذيع الفضيحه كفاعلها. احنا مش يا ريت نتجنب الكلام على هذا الموضوع لان الموضوع مسيء. يعني حضرتك شايف انه عدم دخوله الزمالك مرتبط بالموقف ده وبالفضيحه دي، ولا عشان مستواه نادي الزمالك مش عايز؟ عشان مستواه وعشان هو مش اللاعب المطلوب. لكن ملوش علاقه بالموقف. ما هو بصي، لما اجي اتكلم على الحقيقه اقول ان الاستاذ رباب فوضت عبد الشافي صادق، يبقى دي في حقيقه. لكن انت تروجي عاوزه تخلصي عندك مشكله في ناديكي، عاوزه تبيعها لنادي تاني وتكبري وتضخمي في الموضوع، مش على حساب الانديه. الناس كلها فاهمه. انا هاخد من حضرتك من الكلمه دي انه الناس كلها فاهمه، فعشان الناس كلها فاهمه عايزين ناخد راي حضراتكم زي ما احنا دايما متعودين في الكومنت. عايزين اللي بيأيد كلام كابتن احمد شوبير انه كان فيه فعلا ترشيح من نادي الزمالك مفيش، انا بقول لك على يعمل لايك. اللي بيأكد كلام كابتن عبد الشافي صادق يعمل قلب، ان هو لا ما كانش فيه وهو بعيد تماما كمستوى وكأداء عن نادي الزمالك. وليه قلب؟ ما يعمل اكس ان ما فيش تفاوضات. مفيش اكس، هو قلب او لايك، مفيش اكس لسه ما عملوش.